صباح الخير يا حبايب قلبي. طبعا انتوا عارفين ومحدش مش هنختلف في ان العين بتاكل قبل المعدة. فلما تحضري اكل او تحضري فطار لازم تعمليه يكون شكله كده، يعني حتى لو الواحد مش جعان نفسه تتفتح للأكل. أنا محضرة فطار اهوت. طبعا أكلنا أول يوم وتاني يوم الرقاق باللبن. النهاردة قلنا نغير بقى وعملت فطار كده لذيذ كده، جبن. بس أنا دايما مع إن الأكل لازم العين لازم بتشوف الأكل بطريقة حلوة، مش مجرد أكل يتحط على الترابيزة وخلاص. ده الفطار بتاعنا اهوت. جبنة رومي وجبنة فلامنكو وشيدر وكده يعني، والخضروات بقى لازم يبقى فيه خضروات، وجبنة اللي هي الجبنة العلب ديت، وجبنة ولانشون. اهم حاجة انك تحضري الفطار بشكل ظريف وبشكل حلو زي ما انت شايفة كده، يعني علشان حتى تفتحي نفس اللي هياكل. قد ايه لما بيكون الاكل متنسق وشكله كده ظريف بيفتح النفس طبعا. ايه رأيكم؟ اتمنى تكون الفكرة كويسة، واتمنى ان هي توصل لكل الستات الجميلات. تنسوش اللايك واعادة النشر.